يا ترى ليه في ناس بتبني ثروات كبيرة بسهولة وناس تانية بتعافر من راتب لراتب ومش عارفة تطلع راسها؟ في الكتاب ده روبرت كيوساكي بيحكي لنا عن الفرق ده من خلال قصته مع أبوين، الأب الغني وده أبو مايك صاحبه اللي كان راجل أعمال ناجح جدا، والأب الفقير ده أبوه الحقيقي اللي كان دكتور ومثقف بس دايما مفلس. القصة بتبدأ مع روبرت وهو عنده 9 سنين، كان عايش في هاواي مع أبوه الحقيقي الأب الفقير اللي كان دكتور في التعليم ومدير كبير في الحكومة بس دايما مفلس. روبرت كان عنده صاحبه اسمه مايك، وأبو مايك هو الأب الغني، راجل أعمال ناجح جدا عنده محلات وفنادق صغيرة وأصلا ما كملش تعليم رسمي. روبرت ومايك كانوا عايزين يبقوا أغنياء، فقرروا يسألوا الأب الغني يعلمهم إزاي يعملوا فلوس. الأب الغني وافق وقال لهم هعلمكم بس مش هتاخدوا مني فلوس دلوقتي. خلاهم يشتغلوا في واحد من محلاته لمدة 3 ساعات كل يوم سبت، ينظفوا ويرتبوا مقابل 10 سنت في الساعة. روبرت زعل جدا لأنه كان بيحس إنه بيتعامل زي العبيد، لحد ما في يوم قال للأب الغني أنا عايز أتعلم مش عايز أشتغل ببلاش. الأب الغني ضحك وقال له ده أول درس، لو عايز تبقى غني ما تعتمدش على الوظيفة، اتعلم إزاي تخلي الفلوس تشتغل علشانك. بعدها الأب الغني بدأ يعلم روبرت ومايك دروس عملية، علمهم يشتروا ألعاب ومجلات قديمة ببلاش وينظفوها ويظبطوها ويبيعوها بفلوس أكتر. بعدين علمهم إزاي يستثمروا في أسهم وعقارات سعرها رخيص شوية. روبرت كان بيقارن بين نصايح الأب الفقير اللي بيقول روح اتعلم واشتغل في وظيفة مضمونة وبين الأب الغني اللي قال له اشتري أصول زي بيت تأجره أو أسهم بتجيب لك أرباح. مع الوقت روبرت اختار يسمع كلام الأب الغني وبدأ يستثمر ويبني ثروته، بينما الأب الفقير فضل يعاني من الديون رغم تعليمه العالي. الكتاب بيقارن بين الأب الفقير والأب الغني. الأب الفقير كان متعلم جدا بس دايما بيعاني من مشاكل مادية، يشتغل ساعات طويلة ويصرف كل اللي في جيبه على مظاهر عشان يبقى شكله كويس قدام الناس، زي بيت كبير، عربية موديل حديث. أما الأب الغني اللي ما كملش تعليمه حتى كان بيبني ثروته من استثمارات وأعمال. الفرق ما كانش في الموهبة، الفرق كان في طريقة التفكير. الأب الفقير كان بيشتغل عشان يجيب فلوس، أما الأب الغني كان بيخلي الفلوس هي اللي تشتغل علشان. والقيم الخاطئة زي إنك تعيش عشان الأمان الوظيفي بس هتفضل في مكانك، أما لو اخترت قيم صح زي التعليم المالي هتبدأ تبني ثروة. كيوساكي بيقول إن الاعتماد على الوظيفة زي اللطافة المالية اللي بتدمرك. الناس فاكرة إنك لو اشتغلت جامد وكنت موظف كويس وادخرت كام جنيه يبقى كده انت في الأمان، بس دي زي اللطافة الزيادة اللي بنتكلم عنها دايما، إنك بتضحي بحريتك المالية عشان وهم الأمان. الأب الفقير كان بيشتغل طول اليوم بس كان بيصرف كل اللي في جيبه على حاجات تخلي شكله كويس قدام الناس، كان بيجري في سباق الفئران، يشتغل أكتر يصرف أكتر ويفضل في نفس المكان. النتيجة تعب نفسي، قلق دايم، وحس إنه ناقص ومش عارف يحقق اللي عايزه. كتير مننا بيحلم بالكمال المالي، يعني إنهم يبقوا في أمان وظيفي وما يخطروش بأي حاجة، بس كيوساكي بيحذر إن الأمان ده وهم. في الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي الوظيفة اللي شكلها مضمونة النهاردة ممكن تروح بكرة. الأب الفقير كان فاكر إن شهادته الجامعية ووظيفته الحكومية هتحميه، بس برضه وقع في مشاكل مادية كتير. النجاح المالي مش بيجي من إنك تتجنب المخاطر، بيجي من إنك تدير المخاطر بذكاء. الكتاب بيكشف إزاي الناس اللي مش متعلمين ماليا بيتم استغلالهم. البنوك والشركات وحتى الحكومات بتستفيد من إنك ما تعرفش إزاي تدير فلوسك، بيشجعوك تاخد قروض وتصرفها على حاجات ما تحتاجهاش وتعيش في دايرة الديون. الجهل المالي ده زي الشخص اللطيف اللي بيتم استغلاله عشان ما بيعرفش يقول لأ. لو معرفتش قيمتك المالية وما حطيتش حدود لمصروفاتك هتبقى فريسة سهلة. كيوساكي بيحذر إن الجهل المالي ده بيخليك ضعيف قدام أي أزمة اقتصادية،
زي التضخم أو البطالة. الكتاب بيتكلم كمان عن الضغط النفسي اللي بيجي من المشاكل المالية. ناس كتير بتكبت غضبها وقلقها من الفلوس عشان خايفين يبانوا فاشلين قدام الناس، بس الكبت ده بيخليك تعبان نفسيا وبيسبب لك أرق وتوتر. كيوساكي بينصحك تواجه مخاوفك المالية بصراحة. لو مش عارف تدير فلوسك اطلب مساعدة، اتعلم، ابدأ خطوة خطوة. انك تداري مشاكلك المالية علشان تحافظ على شكلك قدام الناس هيزود الأزمة مش هيحلها. كيوساكي بيديك خطوات واضحة علشان توصل للحرية المالية. غير طريقة تفكيرك، بدل ما تشتغل عشان الفلوس خلي الفلوس تشتغل عشانك. اتعلم التعليم المالي، اقرأ عن الاستثمار، اعرف الفرق بين الأصول والخصوم، وابدأ تتعلم ازاي تستثمر. والأصول زي بيت تأجره أو أسهم تجيب لك أرباح أو تبدأ بيزنس صغير. وابعد عن الخصوم زي ما تشتريش حاجات بتاخد فلوسك، عربية فخمة أو بيت أكبر من إمكانياتك. خد مخاطرة ذكية، مش هتبقى غني لو فضلت خايف، بس كمان ما تتهورش من غير ما تفهم. ابدأ صغير، استثمر بكام جنيه في الأول وكبر استثماراتك مع الوقت. كيوساكي بيقول إن الاعتماد على الوظيفة زي الإدمان، زي ما الشخص اللطيف بيدمن إنه يرضي الناس، كتير مننا بيدمنوا فكرة الأمان الوظيفي، بيخافوا يغيروا، بيفضلوا عايشين في نفس الروتين حتى لو الروتين ده بيدمرهم. كيوساكي بينصحك تطلع من الدايرة دي بالتدريج. ابدأ اتعلم، جرب حاجات جديدة حتى لو صغيرة لحد ما تبقى واثق إنك تقدر تبني ثروة. الفلوس مش هتيجي من شغلك اللي بتتعب فيه طول اليوم، هتيجي من طريقة تفكيرك. الاعتماد على الوظيفة زي اللطافة الزيادة بيدمرك على المدى الطويل. السعي للأمان الوظيفي ده وهم، علشان الدنيا بتتغير بسرعة. النجاح المالي بيجي من التعليم المالي، تشتري أصول أو تختار المخاطر الذكية. اتعلم، حط حدود لمصاريفك، وما تسيبش الجهل المالي يخليك فريسة للناس اللي بتستغلك. لو عجبك الملخص ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك، وخليك معانا للآخر عشان ننصحك بكتب تانية زي الكتاب ده. ممكن تقرأ كتب زي المال إتقان اللعبة لأنتوني روبنز، فكر وازدد ثراء لنابليون هيل، أغنى رجل في بابل لجورج كلاسون.